السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة English Community مع مستر عبد الفتاح. عمرك حد قال لك افتح الباب أو اقفل الكتاب أو ما يتأخرش؟ طب لو حبيت تنقل الكلام ده لحد تاني هتقوله زي ما هو ولا في طريقة تانية؟ هنا بقى بيجي دور ال Reported Imperatives، إزاي نحول الأوامر والنواهي من مباشر لغير مباشر بطريقة سهلة وبسيطة. في الفيديو ده إن شاء الله هنعرف إزاي بننقل الأوامر وإزاي بننقل النواهي وإزاي بنستخدم not to و to بسهولة جدا. يلا بينا نبدأ كده ونفهمها خطوة بخطوة. زي ما احنا قلنا من شوية كده على إزاي نحول مباشر وغير مباشر في الخبرية والاستفهامية، هنكمل دلوقتي مع الأمرية. عندنا مثلا أول حاجة هنحول فعل القول على حسب الحاجة من دول. أول حاجة فعل القول ده اللي هو مثلا وليكن said to. احنا عندنا طبعا say أو says أو said أو said to أو says to أو says أو said to. الحاجات دي كلها ممكن نحولها إلى complained لو بيشتكي، warned بيحذر، ordered بيؤمر، asked بيسأل أو بيطلب، told بيخبر، advised بينصح، encouraged بيشجع، على حسب سياق الكلام إيه. ولكن أكتر حاجة بنستخدمها في الأمرية هي ordered. بنحذف الأقواس وبنربط بتو أو not to. تو لو مثبتة ونوت تو لو الجملة عندي أصلا منفية بدونت، ساعتها بنحذف الأقواس وبنربط بنوت تو. إنما لو مثبتة عادي جدا بنحذف الأقواس وبنربط بتو عادي جدا. بنحول الضمير على حسب المتكلم زي الخبرية بالظبط، بيتغير أظرف المكان والزمان زي الجملة الخبرية بالظبط. وعشان كده برضو هنحط اللي هو اللينك الخاص بالخبرية برضو تحت الأمرية عشان نرجعها مرة تانية. ولو نفتكر مع بعض هنلاقي إن الخبرية بنحول فعل القول، بنحذف الأقواس، بنغير الضمير على حسب المتكلم، بنحول الزمن إلى درجة أقل، بنحول الظرف الزمني إلى درجة أبعد. وبالنسبة للاستفهامية نفس الكلام، هنلاقي بنحول فعل القول، بنحذف الأقواس وبنغير الضمير على حسب المتكلم، بنحول الزمن إلى درجة أقل، وبنحول الظرف الزمني إلى درجة أبعد. إنما بالنسبة للأمرية هو مش محتاج مننا خالص غير بس إن إحنا هنحول فعل القول، هنحذف الأقواس ونربط بتو أو not to فقط.